السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح، تكونوا بصحه جيده. وقت ما يلحقكم هذا الفيديو ان شاء الله كل احبابي واصدقائي ومشتركين تاعي يكونوا كامل لاباس. اليوم جيتكم بوصفه جديده واللي طلبوها من عندي بزاف طلبوها المشتركين. هنايا واش عندي 2 كيلات نتاع دقيق الرطب كامل رطب مع كيله تاع فارينه، وحطيت معاهم شويه تاع الملح، نخلطهم مع بعضهم كيما راكم تشوفوا. ولا هنا نجي نعجنهم بشويه تاع الماء، يعني حتى يتلايم لي هذاك العجين. هاد الوصفه البنات شوفوا انا درت كنت حطيتها في المولد النبوي الشريف، وبزاف يعني لحد الان قعدوا يقولوا لي حطينا الوصفه رانا تاكلين عليك، حطينا الوصفه. الوغ انا ما عليا غير نلبي لكم الطلبات تاعكم، وانتم تاني ما تنساونيش. كيما كنتوا تشوفوا حبيباتي هنا نليموها بصح وشنو ما نديروهاش تكون جاريه، يعني نيبسوا العجينه الرشته تحب نيبسوا العجينه، واختاروا النوعيه تاع السميد تكون مليحه. انا شويه هاد السميد صراحه ما جانيش هذاك السميد شباب دقيق عفوا، ما جانيش يعني هذاك شباب بصح وشنو يعني خدمت به نورمال. كيما كنتوا تشوفوا عجنتها هنا راكم تشوفوا فيها باللي راهي يابسه. العجينه تاعنا لازم نيبسوها، ما نخلوهاش طريه، باسكو الا خليناها طريه ماهيش راح تساعدنا في الخدمه. هذا هو يعني بعد ما عجنتها نتحصلوا عليها كيما هكا، نحطوها في كيس بلاستيكي. شوف هاني نوري لكم يعني القوام تاعها كيفاش يكون، تكون يابسه. ما اصلا الا كنا جرينا العجينه مستحيل تقدري تخدمي بها. الوغ هنا واش ندير، نجي نغلفها ونخليها ترتاح على الاقل نخلوها واحد نص ساعه، يعني على الاقل. انا لهنا هذا النهار يعني نهار اللي خدمت هذه الرشته كنت بزاف مزروبه. كيما على بالكم انا قلت لكم باللي درتها في المولد النبوي، يعني هذا الفيديو من المولد النبوي راني دايراته بصح وشنو ما حطيتهاش. المهم هنايا شكلتها بولات كيما نديروا المسمن، ومن بعد نفتحها كيما كنتوا تشوفوا، نفتحها كيما هكا. يعني هنايا ما درت لكمش بالتفصيل كيفاش نفتحها، بازيت لكم على المرقه نتاعها، باسكو كاين ماشي كامل الناس تعرف تخدمها، مالفين يشروها. وانا الفيديو ما كنتش دايرته يعني كامل بالتفصيل كيفاش حليت العجين وكيفاش، بصح دوك تشوفوا معايا. هنايا سبقت المرقه، يعني انا خدمتها في نفس النهار اللي طيبت فيه المرقه، نهار اللي عجنت فيه، ما كنتش خادمتها من قبل. المهم هنايا درت في الطنجره تاعي، درت فيها شويه تاع الزيت، ودرت هذيك الملعقه الكبيره تاع الزبده، ولا ديروا السمن كيما حبيتوا. وجيت حطيت هاد الافخاذ تاع الدجاج. نتوما ماشي شرط تحطوا الفخاذ، حطوا دجاج كومبلي، حطوا صدر، حطوا المهم كيما حبيتوا. انا درت على حساب افراد العائله، درت هاد 3 الفخاد تاع الدجاج. ومن بعد نجي لهنا حطيت هذيك البصله رحيتها في الاشواء، ماشي بصله واحده، درت 2 بصلات يكونوا كبار. ولا هنا عندي اللفت، شوفوا البنات اللفت تحبوا ترحيو تسكرفرجوا تكرفجوا تبغوا تكرفجوا في لاغاب تاعكم اللفت، يعني رايحه تعطيها الذوق يهبل، وميم طون ثانيك تعقد لكم المرقه. انا ما سكرفرجتهاش، خليتها كيما هكاك. المهم حطيت هذوك الحبات الوالا، واحد 2 حبات ولا 3، من بعد انا رايحه نبصقهم غير بالفرشيطه. المهم درت الملح ودرت الفلفل الكحل، وندير هاد شويه تاع قرفه. انا ما كانتش عندي قرفه بزاف، كنت تشوفوا حطيت غير شويه. المهم درت الفلفل الكحل ودرت قلت لكم الملح وهذيك القرفه. شوفوا الرشته ما تسحقش توابل واحده اخرى، يعني ما فيهاش توابل واحده اخرى من غير فلفل الكحل والقرفه والملح بابلوس، ما ديري لها حتى تابل واحد اخر. المهم شوفوا نقعدوا نجمروا فيهم، نجمروا حتى خلاص هذاك البصل يذبل لنا، ويعني تعطينا واحد التجميره شابه. ومن بعد باش نروحوا نديروا الحمص تاعنا. هنا انا الحمص كان ماهوش طايب كامل، يعني نص طياب. وانتم ويلا كان عندكم الحمص طايب يعني طايب صايي، خلوه شويه في الاخر.
ومن بعد نجيب نكمل نحط هاد اللفت هنا. انا ما قطعتهمش، خليتهم حبات هكا باسكو اللفت راها عندي صغيره بزاف، ولو كان نقطعها راهي رايحه تذوب لنا، يعني ما تقعد ليش كامل. الوغ انا خليتهم حبات كيما هكاك. نزيد نجمرهم مليح. شوفوا كيفاش جمرت هذيك المرقه تاعي يا البنات. كل ما تجمروا المرقه تاعكم الطواجن تاعكم راهم رايحين يعطوكم بنه تهبل يعني في الاكل. وهنا جبت الماء يكون سخون يغلي ونفرغوا عليه، يعني نغطي هذاك الدجاج نتاعي ونخليها نغطيها ونخليها راهي طيب. ومن بعد وانايا راني نكمل في هذاك العجين، فهمتوني؟ يعني انا راني في داك العجين هاني بديت نفتح فيه. دوك نوري لكم كيفاش استعملت هذه الطريقه. شويه هنايا كنت مغبونه في التصوار وكان الوقت يعني فايتني كامل. المهم هنايا راني درت الماء يغلي من تحت وجبت هذاك الكسكاس، وليت نفتح هذيك العجينه نفتحها. شوفوا كيفاش فتحتها في رقم 1 ومن بعدها في 3 ومن بعد درتها في 6. وكي درتها في 6 من بعد مشيت حليتها في هذه العجينه تاع في الجهه نتاع الرشته هذيك. نورمالمون مفهم لحد الان. دوك نوري لكم هنا. شوفوا كيفاش راني فاتحه العجين طويل، يعني نفتحه في رقم 1 ومن بعد في 3 ومن بعد نديروه في 6. هاهي كيفاش نتحصلوا عليه. وبين يعني بين الورقه والورقه نديروا الزيت هكا باش ما تلصقناش. وبيان سوغ نخلوهم ينشفوا هذوك باش من بعد نجو نقعدوا نخدموا بيهم. ومن بعد لهنايا بعد ما فورتها التفويره الاولى كيما راكم تشوفوا فيها، لهنايا راني نفتح. شوفوا انا هذاك السميد على قلت لكم ما جانيش دقيق، عفوا ما جانيش يعني شباب جاي فيه واحد النقاطي كيما هكا. المهم راني نفتح منه وندير الزيت ونعاود نفتح تانيك ونجي يعني كل ورقه نفورها وحدها، ما نكثرش باش هكا ما يتعجنليش هذيك الرشته تاعي. المهم هنا راني نكمل نفور. شوفوا كيف تخرج يعني ما شاء الله. شوفوا جاتني واحد الرشته يا البنات واش نقول لكم. المهم هنايا بعد هذيك المرقه تاعي ما بدات الطيب صايي واش ندير؟ نروح نحي منها انا الرشته تاعي نمرقها بلا صوص تاعها، ما نمرقش بالماء، يعني ما نشمخهاش، ماشي نمرق، ما نشمخهاش بالماء. يعني هذه لا صوص نحيتها من هذيك الطنجره ومن بعد نجي نسقي بها من فوق. يا البنات شوفوا صدقوني بربي اعتمدوا هذه الطريقه تجيكم بنينه 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 تهبل، يعني ما تشمخوش الرشته تاعكم بالماء. هذه هي السر من اسرار تاع الرشته اللي تجي بنينه. ما تحسيش روحك راكي تاكلي في العجين وحده كامل، تجي فيها واحد النكهه هايله. نسقيوها يعني ونخلوها تنشف شويه. بيان سور ماناش رايحين نسقوها بزاف ونعاودوا نردوها تفور للمره الثانيه، نفوروها ثاني للمره الثانيه. ومن بعد ما تفرنا المره الثانيه ثانيك نعاودوا نحوها ونديروا لها ثانيك الملح ونعاودوا ثانيك نفوروها للمره الاخيره. يعني لهنايا عادي ما فيها حتى اشكال. وكي نعاودوا ثاني نفوروها المره الثانيه كيما كنتوا تشوفوا دوك انايا نحط فيها الملح ومن بعد نعاود نسقيها نفس بهذيك التسقيه اللي قعدت لي، ما نروحش نجيب الماء ونسقي به. يعني شوفوا يا البنات هذه الطريقه اعتمدوها. واش نقول لكم صراحه يعني انا كامل ياكل الرشته عندي راه يعرف الطريقه اللي نخدم بها ويعرف بنتها واش هي. ويعني وين نروح كيما هكايا. كنت خطره ثاني درتها كنت في دارنا بنت عمي كانت زيدت نزاد عندها مولود ودرتها لها تانيك دارتها صداقه. واش نقول لكم والله العظيم تجمع لك لها هذيك الرشته ولا يرحم عليها. كما كنت تشوفوا هذه هي الطريقه انا اللي نخدم بها، يعني بزاف شابه اعتمدوها. وإلا حبيتوا كاش نهار ندير لكم طريقه يعني كيفاش تفتحوها وكيفاش اسمو خلوا لي في التعليقات تاعكم، راني راح نعطيها لكم بالتفصيل ونديروها زعما يومين قبل هكا ولا نوجدوها للجمعه ان شاء الله. بعد ما كملت طابت لي هذيك المرقه تاعي وطاب هذاك الحمص ويعني كل شيء طاب لي، جيت انا نحيت هذاك الدجاج قليته
في المقله حمرته كيما راكم تشوفوا، يعني عطاني واحد اللون شبابل بزاف. من بعد نحطوها نديروا لها شويه زبده ونحطوها ونسقيوها. نحطوا هذاك الحمص، نديروا ديك اللفت ونديروا لها رشه نتاع قرفه. شوفوا ديك المرقه خرجت هايله ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما يكونش طولت عليكم ونكون خفيفه ظريفه. وما تنسونيش حبيباتي، حبيتكم هذا الفيديو يطلع لاكبر عدد من المشاهده، وإلا حبيتوا نزيد نحط معاكم الوصفات شابين، يعني ما تبخلونيش نتوما تاني. انا يغدني الحال منين نصور من بعد ما نلقاش الفيديوهات تاعي طالعين. نقولكم باي باي حبيباتي.